انت عارف يا صديقي ان اعظم ابتهال ديني سمعته في حياتك اللي هو مولاي اني ببابك بتاع النقشبندي ده اساسا اتعمل بامر رئاسي سنة 1972. لا ومين اللي لحنه؟ بليغ حمدي، يعني ملك الالحان الراقصة والشجن. بليغ حمدي يا صديقي يعني حب ايه وسيرة الحب وفات الميعاد وحاجات تانية كتير. تخيل شيخ بقى بوقار النقشبندي يعني الابتهالات والتواشيح والابتهال الديني يبقى في عمل مشترك مع بليغ حمدي ملك الالحان والاغاني ويا ليل ويا عين عشان يطلعوا من التحفة الفنية دي. لا وكمان بامر من السادات نفسه. واحد يقول لي يا عم يعني هو السادات كان فاضي لدرجه ان هو يعمل كده؟ شكلك مش مصدق. تعال احكي لك الحكايه من طقطق لسلام عليكم. ونعرف كمان ايه الدرس المستفاد من قصة زي دي اللي بتجمع اطراف ملهمش علاقة ببعض خالص. رئيس جمهورية وواحد منشد ديني في اذاعة القرآن الكريم وواحد تالت بيلحن اغاني لأم كلثوم وعبد الحليم. تفتكر ايه اللي ممكن يجمعهم ببعض؟ في البداية صديقي خلينا نعرف بالظبط مين هو الشيخ سيد النقشبندي. الشيخ سيد يا صديقي واحد من اشهر المبتهلين في تاريخ مصر. اتولد سنة 1920 في قرية من قرى محافظة الدقهلية. اتولد في اسرة صوفية جدا. في جده كان الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي اللي جه من اوزبكستان عشان يدرس في الازهر الشريف، وبعد كده راح الصعيد وتحديدا مدينه طهطا محافظه سوهاج وحفظ القران الكريم وهو لسه ما كملش 10 سنين. الشيخ سيد النقشبندي يا صديقي صوته كان عباره عن السهل الممتنع، صوت يدخل قلبك من غير استئذان. وبجانب حفظ القران الكريم يا صديقي اتعلم الانشاد الديني في حلقات الذكر ومجالس الطرق الصوفيه، متاثر طبعا بالنشأة بتاعته. وكان بيتردد بقى على الموالد زي مولد ابو الحجاج في الاقصر ومولد عبد الرحيم القناوي وغيرها. وفي سنه 1955 بيستقر الشيخ سيد في طنطا، على الرغم من ان طنطا ما كانتش البلد اللي اتولد فيها الشيخ سيد، الا ان هو بيحبها جدا واختارها عشان يكمل حياته فيها، او هي اختارته كما يقال في الفلسفه الصوفيه. وكمان ما كانش منبهر باضواء العاصمه اللي كانت حلم كل واحد بيحلم بالشهره. من طنطا يا صديقي والشيخ سيد بقى ليه ناس بتحب تسمعه لحد ما اتشهر في مصر والدول العربيه كمان. وكمان بيسافر سوريا بدعوه من الرئيس السوري حافظ الاسد لاحياء الليالي الدينيه هناك في سوريا. ولف معظم الدول العربيه زي السعوديه وايران والامارات وغيرهم وبعض الدول الافريقيه برضه. وفي سنه 1966 كان الشيخ سيد في مسجد الامام الحسين في القاهره وبيقابل بالصدفه هناك الاذاعي احمد فراج اللي بيعتبر هو مكتشف الشيخ سيد النقشبندي، فسجل معاه بعض التسجيلات لبرنامج في رحاب الله. وبعدها بيسجل العديد من الادعيه لبرنامج دعاء اللي كان بيتذاع يوميا بعد اذان المغرب. وفي برنامج العلم والايمان بيوصف الدكتور مصطفى محمود صوت الشيخ سيد وبيقول انه عامل زي النور الفريد اللي محدش يقدر يوصله. وكمان بيجمع خبراء الاصوات على ان صوت الشيخ سيد واحد من احلى الاصوات اللي ممكن تسمعها في حياتك. اما بليغ حمدي يا صديقي اتولد في 7 اكتوبر 1931 في حي شبرا في القاهره. ابوه كان مدرس فيزياء في جامعه فؤاد الاول اللي هي جامعه القاهره دلوقتي. بليغ حمدي يا صديقي كان عنده شغف بالموسيقى من وهو صغير، وخليني اقول لك ان هو عنده 9 سنين بس كان بيعرف يعزف على العود. ولما بقى عنده 12 سنه حاول انه يلتحق بمعهد فؤاد الاول للموسيقى بس ما نفعش عشان كان سنه صغير وقتها، فدخل مدرسه شبرا الثانويه وفي نفس الوقت كان بيدرس اصول الموسيقى في مدرسه تسمى مدرسه عبد الحفيظ امام لتعليم الموسيقى الشرقيه. وبعدها دخل كليه الحقوق وفي نفس الوقت برضه كان بيدرس في معهد فؤاد الاول للموسيقى اللي هو دلوقتي المعهد العالي للموسيقى العربيه. وفي بداياته الفنيه صديقي اقنعه مستشار الاذاعه المصريه وقتها انه يغني، وبالفعل سجل بليغ حمدي 4 اغاني للاذاعه المصريه. بس بليغ حمدي يا صديقي كان عنده هدف تاني، هو بيحب التلحين اكتر وشايف نفسه فيه اكتر. وبالفعل يلحن بليغ حمدي اول اغانيه واللي كان اغنيتين للفنانه فايده كامل، وبعدها اغنيه ما تحبنيش بالشكل ده للفنانه فايزه احمد، وبعدها بدا يبقى معروف عشان يشتغل بعد كده مع الفنان محمد فوزي. وبشغله يا صديقي مع محمد فوزي دي كانت النقله في حياه بليغ حمدي واللي من خلاله بدات ناس كتير تعرفه، عشان في سنه 1957 يقدم بليغ حمدي اول الحانه لعبد الحليم حافظ وهي اغنيه تخنوه. والموضوع يا صديقي ما وقفش لحد هنا بس، ده محمد فوزي كمان عرفه على ام كلثوم، وبالفعل بليغ حمدي لحن اول اغانيه لام كلثوم وهي اغنيه حب ايه، الاغنيه اللي حققت وقتها نجاح كبير جدا وغيرها كتير من الاغاني. طب ايه اللي جمع الشيخ سيد ببليغ حمدي وازاي بامر رئاسي من السادات زي ما قلنا في اول الفيديو؟ والسادات يا صديقي كان بيحب صوت الشيخ سيد جدا من قبل ما يبقى رئيس جمهوريه اصلا، وكان دايما السادات يا صديقي بيطلب من صديقه الدكتور محمود جامع اللي كان جار الشيخ سيد في طنطا انه يجيبه معاه قريته عشان يعرف يسمعه بمزاج. وبيقول الدكتور محمود جامع انه بالفعل خده مره معاه في عربيته لقريه ميتا بالكوم في محافظه المنوفيه، ودي قريه الرئيس السادات، وقعد يقول قصايد هناك واناشيد دينيه للسادات والسادات متسلطن على الاخر. وفي سنه 1972 الرئيس السادات كان عامل حفله كده على الضيق في القصر عشان بنته بتتجوز، وكان من ضمن المدعوين الشيخ سيد النقشبندي والملحن بليغ حمدي. ففي الحفله كده وهم قاعدين السادات بيولع عود كبريت وبيشد من البايب بتاعه. قال لبليغ حمدي انت ليه ما بتلحنش للشيخ سيد؟ انا نفسي اسمع حاجه للشيخ سيد من الحانك.
وخليني اقول لك يا صديقي ان في بعض الروايات بتقول ان الشيخ سيد كان محرج جدا ومش عارف يرد عليه، يقول له ايه اللي هو يعني يا ريتني ما جيت اصلا، لان ببساطه يا صديقي ده في سكه وده في سكه تانية خالص، ازاي هيشتغلوا مع بعض؟ وبالفعل يا صديقي امر الرئيس السادات الاذاعي وجدي الحكيم انه يتابع الموضوع ده بنفسه، وعمنا بليغ حمدي ما صدق مسك في الكلمه، وبالفعل راح للشاعر عبد الفتاح مصطفى عشان يكتب له نص ديني، وبالفعل يكتب له الشاعر عبد الفتاح مصطفى مولاي اني ببابك، والنص يعجبه جدا ويلحنها بليغ حمدي ويغنيها الشيخ سيد. بليغ حمدي يا صديقي بعد ما قرا النص ولحن الاغنيه قال للشيخ سيد انا هعمل لك اغنيه الناس تفضل تسمعها وتعيش 100 الابتهال اللي بقاله اكتر من 50 سنة ولسه بنسمعه لحد النهاردة خصوصا في رمضان. وخليني اقول لك كمان ان مش ده بس العمل المشترك بين الشيخ سيد النقشبندي وبليغ حمدي، ده اتعمل اكتر من 15 اغنية ولحن اللي اتذاعت في برنامج انغام الروح في إذاعة صوت العرب. برغم إن مولاي كان ترتيبها رقم 11 في الأعمال المشتركة ما بينهم، إلا إن هي احتفظت بالصدارة في الأعمال الدينية والأنشدة ما بينهم. ومن الأعمال المشتركة ما بينهم يا صديقي أشرق المعصوم، وأقول أمتي، وأيها الساهر، وغيرها كمان كتير. وخليني اقول لك كمان ان في بعض الروايات بتقول ان الشيخ سيد كان ليه تجربه سينمائيه بس للاسف ما اتذاعتش. تجربه صديقي كانت عباره عن فيلم بعنوان الطريق الطويل، اللي بيحكي عن قصه اولياء الله الصالحين في مصر زي السيد البدوي مثلا وغيره، واللي بالفعل بدا يتصور سنه 1969. والشيخ سيد كان دوره في الفيلم هو المنشد الديني، بس الفيلم ما كملش بسبب وفاه المخرج. وبس كده يا صديقي، دي كانت حكايه واحده من اشهر الاغاني او الابتهالات في تاريخ مصر، وصوت من احسن الاصوات اللي ممكن تسمعها في حياتك لحد وقتنا هذا، وهو صوت الشيخ سيد النقشبندي. وفي النهايه يا صديقي الدرس المستفاد من القصه دي انك ممكن بالصدفه تعمل حاجه مش شبهك ومش لونك، وكمان ممكن في البدايه تكون مش مقتنع بيها، بس تكون سبب في نجاح كبير انت ما كنتش تتخيل انك توصل له اصلا. فجرب عادي يا صديقي، مش هتخسر حاجه، ممكن تكون دي البدايه اصلا وانت مش عارف، وتعمل لايك بقى وسبسكرايب وتقول لي رايك والحاجات دي يعني.